لو عايز تعمل تصميم زي اللي قدامك ده وتستخدمه في صور احترافيه او ثامبنيلز او حتى موك ابس، يبقى خليك معايا. اهلا وسهلا بيكم في توتوريال سريعه زي ما اتعودنا كل اسبوع. النهارده هيكون اول يوم في تاني اسبوع من التوتوريالز. ان شاء الله هحاول اظبط مواعيد الفيديوهات بحيث تنزل في يوم الاثنين ويوم الثلاث الساعه 5. بس الفيديو ده هيكون متاخر شويه للاسف يعني. اول حاجه هنروح نفتح صوره زي اللي قدامنا دي، وبعد كده هنخش على تكست، نكتب التكست اللي احنا عايزينه. مثلا ممكن نكتب ديزاين، وبعد كده نبتدي نظبط التكست. وبعد كده نظبط التكست بحيث يبقى قد المكان اللي احنا هنحطه فيه. هنروح بعد كده على اللايرز ونتك كليك يمين على التي اللي هي بتاعت التكست ذات نفسه، مش على اللايرز. مش هنتك على اللاير ذات نفسها، انما هنتك على التكست ذات نفسه. كليك يمين وبعد كده سيلكت بيكسلز، وناخده كوبي كنترول سي، وبعد كده نعمله كنترول دي عشان نعمله دي سيلكت ونخفوا اللاير دي. بعد كده هنعمل نيو لاير ونروح على فلتر، وبعد كده نروح على فانيشنج بوينت او الت كنترول في، ونبتدي نظبط المنظور بتاع المكان اللي احنا هنحطوه فيه، سواء كانت حيطه، كونتينر زي ما انا بعمل، او عربيه، تيشيرت. ممكن تستخدمها حتى في الموك ابس بتاعه المنتج. وهنبتدي نظبط الجريد سايز. طبعا الجريد سايز انا بقلله على 20 مثلا، حاجه و20 عشان يظبط معايا، لكن هو في الديفولت بيجي لك على 100، بيبقى المربعات بتاعته واسعه. وهعمل كنترول في للتكست اللي كان معايا، وابتدي اظبطه في المكان اللي انا عايزه. وبعد كده ادوس اوكي. بكل بساطة هروح على فلتر، وبعد كده اعمل بلر. الاول احنا عايزين نشوف التكست قبل وبعد، قبل ما عملنا المنظور وبعد ما عملنا المنظور. ده قبل ما عملنا المنظور، وده بعد ما بنعمل المنظور، بيبقى شكله واقعي. هنروح بعد كده هنعمل سيلكت على اللاير اللي احنا عملنا فيها التكست بالفانيشنج بوينت، وبعد كده نروح على فلتر، ومن فلتر هنروح على بلر ونعمل جزئين بلر. هنعمله الراديوس بتاعه 1 بكسل وندوس اوكي. بعد كده نتأكد ان احنا عاملين سيلكشن على اللاير، وندوس على الاف اكس اللي تحت دي اللي هي لاير ستايل، ونعمل بلندنج اوبشنز. ومن البلندنج اوبشنز هنبتدي نظبط في الخيار بتاع البلند اف اللي هي الاندرلاينج لاير. طبعا انت لو حركت البن دي هتتحرك مع بعضها، والبن دي بتتقسم 2، فاحنا هندوسه الت وندوسه على البن، وبعد كده هتتفصل معانا لجزئيتين. هنبدأ نظبط زي ما احنا شايفين.
وبعد كده في خطوه اضافيه ان احنا ممكن ننسخ اللاير دي ونعملها تاني، نضاعف اللاير، وبعد كده نقلل الاوباستي بتاعه اللاير اللي فوق بحيث تبقى واقعيه اكتر. وبس كده عندنا التصميم جاهز بكل سهوله وبكل بساطه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تحط لايك وسبسكرايب، وتأكد ان انت مفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.